الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. عارف والله ان انا طولت الغيبة شوية، معلش. انا بس والله كان عندي امتحانات ومكنتش عارف اصور، يعني كان عندي امتحانات ومذاكرة وكده. بس انا عارف انتوا هتعذروني يعني. بس بصراحة انا جايلكوا النهاردة بقصة دمار. يلا بينا نبدأ القصة. قبل ما نبدأ القصة كده، حط سماعتك في ودنك وهيئ نفسك واطفي النور، ويلا بينا نبدأ. أختي عندها 20 سنة، وبيقولوا عليها إنها ملبوسة بجني بيعشقها ويمنع أي حد يقرب منها. أنا مش بصدق في الكلام ده، لكن اللي شفته خلاني أقول لنفسي اللي بيحصل لها صعب قوي، وأكيد ده جن. في مرة جيت أقدم لها عريس، كان كويس وأخلاقه كويسة جدا. قعد معاها شوية في البلكونة وسمعنا صوته وهو بيضحك معاها، فقلنا شكلها المرة دي هتظبط ولا إيه. لكن للأسف سمعنا صوت صرخته، ومع دخولنا لقيناه واقع على الأرض ورقبته بتنزف دم كتير قوي. والحمد لله ان ربنا سترها والجرح كان سطحي. الا بقى كنا رحنا في داهية ساعتها، واهله عشان نعرفهم من زمان ما بلغوش عن اللي حصل، والموضوع عدى على خير. لكن اللي حصل بعد كده خلانا نحبس اختي في اوضتها. اللي حصل هقوله لكم، ما تستعجلوش. بعد اخر عريس اتقدم لاختي، جالنا عريس تاني تبع ست جارتنا كده. قعد مع اختي وكنا حاطين ايدينا على قلبنا من الخوف. بس على عكس المتوقع قبلت ان هي تقعد معاه، وما حصلش اي حاجه غريبه نهائي. بالعكس اتخطب. ايوه اتخطب. لما قرب الفرح خلاص، حصل اللي ما كناش حاطينه في الحسبان. مات. ايوه مات. مات قبل يوم فرحه، وطريقه موته كانت صعبه قوي. اهله بيقولوا بالليل صحي على صوته وهو بيصرخ. لما دخل عليه لقي عينيه مش في مكانها، فراغ وعينه مش موجوده. بعد اللي حصل ده اختي مبقاش يجيلها عرسان خالص. هيجوا ازاي وهي اصلا اللي كل اللي يجيلها حد يحصل له مصيبة؟ واحد كان هيموت في بيتنا لولا ستر ربنا، والتاني فعلا مات بأكتر طريقة بشعة عمري في حياتي ما شفتها. مش عارفين نعمل ايه، هنسيبها كده؟ لا، احنا لازم نلاقي لها حل. طب ما نجيبلهاش ايه؟ كنت قاعد مع امي في يوم وقلت لها: يا امي، لازم نشوف حل في اسماء، مش هنسيبها كده. امي بحزن وقلة حيلة قالت لي: هنعمل ايه يا ابني؟ البت خلاص هتفضل على كده. لا يا امي، لازم نتصرف. انا اكلم حد اعرفه واكيد هنلاقي حل. اللي تشوفه يا ابني اعمله، اللي تشوفه اعمله يا ابني. انا كنت اعرف واحد صاحبي خاله شيخ، وياما كلمني عنه. قررت احكي له عن اللي حصل واللي بيحصل لاختي، وهو بقى يكلم خاله. فعلا اتصلت بحسن وقلت له عايز اقابله ضروري، وقال لي بعد ساعة نتقابل على القهوة. وفعلا قابلته. بعد ما سلمت عليه بدأت احكي له كل اللي حصل، اللي بيحصل مع اسماء. واول ما حكيت له حسيت في وشه فوق الخوف، ووشه اتبدل. والاغرب اني لقيته سابني ومشي. ايوه مشي، من غير حتى ما ينطق بكلمة واحدة. وانا فضلت انادي عليه كتير لكنه جري. عارف لما تقابل عيل وتخوفه بكلمة فيطلع يجري؟ ده اللي حصل بالظبط. لكن بمجرد ما وصلت البيت لقيته بيكلمني وبيقولي: انا جاي لك دلوقتي حالا، انا وخالي. انا رديت عليه: انت ازاي تسيبني وتمشي بالطريقه دي؟ مش وقته خالص الكلام ده دلوقتي. اختك في خطر كبير ولازم نلحقها. اللي عليها مش هيسيبها. خلي بالك هي مش معاكم دلوقتي. ثواني يا حسن، يا مين بس اللي مش معاكم؟ اختك دلوقتي مش معاك، ولو ما خلصناهاش هتفضل هناك على طول. حسن قفل السكه في وشي، وانا رحت على اوضه اسماء ما لقيتهاش جوه. دخلت لامي وقلت لها: اسماء فين؟ ما هي جوه، هتروح فين يعني؟ اسماء مش موجوده. قلت الكلمه دي لامي وجريت على الاوضه، واول ما انا دخلت وما لقيتهاش صرخت: راحت فين اسماء؟ حسن رد عليا وقال لي انه تحت البيت هو وخاله. نزلت له، ولما نزلت لقيت حسن ومعاه شيخ، وكان الشيخ ماسك طفل في عمر 10 سنين تقريبا. سلمت على خاله الشيخ زايد وقال لي: ازيك يا ابني؟ انتم ازاي سكتوا على اختكم كل الفترة دي؟ تسكتوا لحد ما اتمكن منها بالشكل ده؟ كده نعرف نرجعها تاني، ادعي بس. انا ما كنتش فاهم حاجة. واختي فين دلوقتي يا شيخ زايد؟ بص يا ابني، اختك معشوقة من جن، وجن كافر كمان. وللأسف السلبية اللي كنتوا فيها خليته يتمكن منها أكتر. أختك دلوقتي في العالم بتاعه، ولو فضلت لحد الصبح هناك هتفضل هناك على طول ومش هترجع تاني. خلص كلامه. أول ما دخل قال لي أوديه أوضة أختي.
واجيب له اي شيء يخصها، قطعة ملابس او اي غرض يعني. جبت له حجاب. وبعدها عمل شيء غريب. جاب ازازة، فضاها على الحجاب، ومسح وش الطفل بالشيء اللي كان معاه على الازازة، وكتب على جبهته آية، وبعدها غطى وش الطفل بالحجاب، وبدأ يقرأ سورة معينة من القرآن، زي المعوذتين والكرسي وآخر سورة البقرة والصفات. وفضل يقرأ كتير جدا لحد ما حرفيا لقينا حصل أغرب شيء ممكن يتخيله حد في العالم. احنا عمرنا ما كنا نتخيل ان ده ممكن يحصل. الطفل بدأ يتكلم ويوصف مشاهد أغرب من الخيال. وبس، لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده الجزء الأول، ويا رب يكون نال إعجابكم. ولو انت وصلت لحد هنا، انزل قولي انك من الأبطال واللي ما بيخافوش، واكتب ده في التعليقات. وإن شاء الله بكرة هينزل الجزء التاني. سلام.